السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ طبعا شباب، الطيور ما اعرف فيها شويه تعبانه مخنطله. عندي هذا يزوع الاكل، عندي طيور حسن انضربن، سلمونيلا، التهاب، عندي هذا الفرخ صغير هم مريض، عندي اخوه مات، عندي هنا واحد مات، هنا هم فقس عندي واحد مات، الفحل مال هاي الطيره عندي وقع، عندي هنا فرخ مات، عندي واحد هم مات لاخ، يعني فرخ شوية شاد. هاي صارت عندي الحالات. عندي هاي الطيور هم حسن متوجعة، ما بيها شي، هن كل متوجعة بقى هناك ذاك تكل منظرق اخضر. يعني هيك صارت عندي. السلافر الحمر بعتهن شباب، ما عندي لهن مجال والاكل صاعد شوف هسه عندي هذا الفحل، هذا الفحل هو هذا التعبان، هذا هسه اروح اطلع اخو الاخ واجيب وديه. صار مقطع فيديو حتى وديه للصيدلي واخذ له هم نموذج. هذا ابنهن وقع، ما هو لازم فحل يزقه. شوف هسه قاعده ما جت تنام على البيض، ما اعرف ليش. طبعا سلافر كلها بعتهن الحمر. خلي اصور لكم الطيور ذنيكه واجيكم المريضه. شباب هذني طبعا البارحه حطيتهن هذا فلاجين، هاي اعطيته فلاجين. هسه هذا شوي زين، هو كان اول واحد وقع عندي، هذا اول واحد وقع عندي هو هذا هسه اخوه ما ادري ايش بيه، شو كانه كلش تعبان. هذا عمهن اليوم تعبان. هسه راح اخذه لهذا الدكتور هنا عندنا مضبوط، دائما الطيور عالج يمه. احتمال اجيب هذا المغلف، دائما كل سنه استخدمه لان طيوري دائما كل الشهر الواحد بنهايته يوقعن، ينضربون طيور الشهر الواحد دائما. هاي يمكن سلمونيلا، تنفسيه. اوه زين قبل لا ينضربون طيور ذنيش السلافر بعتهن، والله هم كان انضربون. طبعا سلافر بعتهن قبل 4 ايام او 5 اسبوع، هيك تقريبا 6 ايام. اي قبل 6 ايام، ويا اليوم يصير اسبوع. حضرت هذا القفص، راح احطهن بيهن واعطيهن علاج. انتظروني. طبعا الشباب تقول لي ليش ما تنشر وليش قاطع؟ والله انا اشتغل ذرون بي، يعني اكثر قايلها مره، انا اشتغل كهربائي. يعني اليوم ما يا والله اليوم عندي شغله، بس يوم على مود الطيور قعدت قلت له اليوم ما راح اطلع او ارجع لك بعدين، لان طيور عندي جات تنضرب، تمرضت. شوف هسه هذا خنطل. هني الطيور انا بس قلت خلينا نتلاحق من البدايه. عندك هذا مخنطل، هذني هاي هم عندك الطيره، هذا ما بيهن شي، هذا الفحل ما بيه شي، هذا الفحل عندك تعبان. كان الله ما جرى عم يقضي عرايق، اليوم ماكو قاعد. انا جاي اقول خاف ضرق شو اسمه اخضر. هذا عندي فرخ الوحيد، طبعا هذا لين معلق فوق وابوي زقه ما بيشي الحمد لله، نعطيه مناعه وش اسمه. طبعا هسه انا عبالي اطبقهن ذنيش السود، اجيب لي ناحضن بهذا البرج. حتى ذن البرايج يمكن والله ما اعرف اصفيهن، والله صف الطيور ابيع من عندهن وانتظر بكت الله ارتب شغلي. يعني بحيث الطيور اذا اريد اجيب لي سطح كامل وذن اعوفهن. اجيب طيور شويه اما اراف البيض. شوف يعني نجيب لنا، او انا والله ببالي اجيب بصراويات، احب اللوت، اما بصراويات مساكن ونشوف انها فالترتيب ان شاء الله ونسوي عليه. هسه احنا نريد اليوم نعالج ونسوي.
شو اسمه باحات خيارات مغطين، يعني حتى هسه يقول لي الدكتور شنو، اقول هاي بطانيه والحاف وشو اسمه ذن عندي زايدات ذن بالبيت، ها اغطين ما بقين هيك. تعال مع هذا الطير، هاي احطه ويوقع، احطه ويوقع. هذا الساق على الفحل بيجي عمر، الظاهر هي من طيرة من بيضت، طيرة بيضت جوه وما بعد مزق له. هذا الفحل متوجع، فما اعتقد ما يجي ينزل يوقع على مدور اكل، يجي بعض على تكرمون. شوف هسه هاي عندي ما صار يمكن ضرب، هاي هنا عندي، يعني عندي هنا اصابة. هو اكثر شيء الفحل وهاي الطيرة، هاي وهذا الفحل. شباب هذا الفيديو هيك تسوي، يعني فيديو بسيط صغير، انتظروني يعني. هذا راح انزلكم اياه، وفترة نجيب العلاج واستخدم لكم اياه ويصير خير، واحتمال اسوي لكم حلقة كاملة يم الدكتور، انتظروني. شباب جيت جبت الدواء، هو هذا الغلاف، وطبعا صورت لكم مقطع فيديو ان شاء الله انزله بعد هذا الفيديو. اليوم هذا نزله، ذاك باكر لو عقبه انزل لكم اياه، يعني هم انزل لكم مقطع الفيديو الاخر. طبعا هذا شلون استخدامه، هذا لجميع التهابات، والدكتور هذا هم لا تقدر يشرح لكم عليه، وهو يعني يشرح لنا على هذا العلاج وش يفيد وشنو الشغلات اللي تستفاد من عندها. خاشوقه وحده على نص لتر، مثل اذا عندك طير خفيف، هذا البطل نص لتر، هذا بطل مال المي نص لتر مكتوب عليه 500 خاشوقه وحده. البيبسبل 500، احنا نقول لتر عليه خاشوقتين، هذا 4 خواشق. بطل بيبسي هذا الدبل او الكبير كلش، هذا يعني لتر الا ربع. احنا نحط، تحط عليه 3 خواشق، تحط عليه 4، انا احط عليه 4 خواشق، وزوده شويه عود ميه هم اكملها مال يعني لترتين مثلا. يعني استخدم هذا البطل 4 خواشق من هذا. انا هذا درته بهاي الشيشه حتى براحتي استخدمه، لان هذا يبقى يطير، يعني الهواء يطب له هواء وش اسمه، ففرغته انا بهاي الشيشه بكيس لايلون وفرغته، يبقى هذا العلاج موجود. هذا المي طبعا انا سويت بطل، وجبت هذا مال اوبرا، هاي شلون السرنجه هاي فوق تحفظ الاوبرا، اخذتها قصيتها حتى شنو اشرب الطيور ذنيك، لان ذنيك ما يقدرن يشربن. هاي وحده استخدمت، طبعا انا استخدمتهن حطيتهن. هسه هذا مي ذن الطيور، هسه انزلهن اكل حتى يشربن مي وياهن. هذا خليت له مي، عندي ذنهم خليت لهن، هاي هم الطيور خليت لهن مي. بقى لنا ذنيته طبعا هوسه سطح، وانا البارحه قمت انظف بالهذا عدل بيهن، ما انا هاجرهن يعني، بحيث شوف تحط عبالة طب هذا التلفزيون، هي مو تلفزيون لا انا مسويه اكثر شايفينه. هذا قلت له خليهن بيه، نوب قلت لا، واحتمال اغسله يعني قبل هم خليت بيه طير مريض، فغسله ونظفه وحطه بالبيتونه واغطيهن، يعني خليهن داخل البيتونه. بس انا هنا خليتهن برا لان الشمس، شوف شمس داخلهن. لان حطيت لهن مي وما وصل للمي ولا شربان من عنده، طبعا اخذتهن وياي حطيتهن شو اسمه. بس ثواني هذا انقل الباب، الهواء دفع الباب. زين ما انقلب. خلنا ننزله هنا، خلنا ناخذه وياي. انا هسه لو عندي شو اسمه في شيء اصور لكم شلون راح اشرب الطيور. ما ادري يعني
يعني خلينا نشوف. اقدر اسوي هيجي. اي هذا التصوير حقي منه هذا المربع. يا هو صاحي، نبدي من الصاحي. شوف هذا اليوم حيل تعبان. شوف الشباب، حتى الطير مسوف، الطير حتى مسوف باشر عظمه طالع، يعني هذا صار الحين ما جاي ياكل. هذا الطير حتى وزنه، حتى وزنه ربع كيلو. طبعا هذا انا شو اسوي، مثل الطير تشربه مي. هذا حلقة فتحة، هاي تفتح حلقة هيجي، ما اعرف مبين عندكم. هذا البطل فوت هيجي النيدي. شباب ما عندها ترسة مي، هذا علاج لهم. نجي على اليمين، نجي لهذا، هذا كان صار حتى بيه رعشة. انا شباب هذا عندي صحة والله، يعني الواحد استخدمت له فلاجين وش اسمه، هذا استخدم هذا. بس ماكو عندنا طير يصحى اذا ما يبقى تحت العلاج مدة 3 ايام 4. طبعا الطيور حتى درجة لقيت لهم صخنات، درجة حرارتهن. قال له حتى الدكتور نشوفني اياها، قال شوف شلون تلقى هاي درجة حرارتها صاعدة ومسخن. شوف انا هسه ليش احرك هذا الاكل بمعدته، شلون محجر. فهيش اسوي ادلك المعدة مالته، صعد بالاكل هيش الحوصلة. وصل يمكن حتى بعد ان شاء الله هذا العلاج يجيب نتيجة واشوفكم اياه. نجي لهذا كلش تعبان، ما حتى معدته. تكمشيش هذا المنقار مالته بصبعك هيجي تخلي. لا احط بالقاع حتى يروح عن الشمس. والله احاول شباب. هذا ابقيه بغير مكان، لان هذا احس تعال شوف هذا تكرم الضرق مالته شاده، ما بيها شيء. احتمال هذا عزله او رجعه ويا الطيور. عزله يوم، لان ليش الطيور انطيتهن تقريبا نقول مناعه، يعني يرفع مناعتهن. المضروبات عندي 1 2 وذني كلماتن. هذا يوم واحد خليه، احتمال اخليه بكرتونه وراقبه مشي طبيعي وعدل. باكر انا مرجعه شو اسمه، مرجعه قولوا وياي للبرج، يبقى مذنب باقيين هنا. يلا شباب، لهنا انتهى مقطع الفيديو. استنى باللايك والاشتراك وعلى الجرس حتى يوصلكم شكو شيء جديد. ان شاء الله نرجع لكم ونصور لكم شغلات اكثر واكثر، حتى يعني مو بس على الطيور، احتمال تصير فرصة واصور لكم. بس انا شوي اضبط القناة اشوف اقدر انشر بها يعني اكثر من شيء، يعني على اختصاصي ككهرباء اي شيء عجبكم انا ان شاء الله اوصلكم اكثر من مقطع فيديو يفيدكم. مع السلامة.